السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأت وإياكم من الجنة منزلا. كما في العنوان، إعلان الطبقات الكبرى لابن سعد. هذا الكتاب 8 مجلدات من طبعة دار القيمة. هذه إن شاء الله سأنوي أن ألخصها، وأثناء الكلام إن شاء الله ستجدون ما يسركم. الكتاب كما قلت لك الكتاب كبير جدا، 8 مجلدات وليست مجلدات صغيرة. فالأمر إن شاء الله يكون سهل على أو يسهل علينا إن شاء الله. الطبعة التي معي هي من تحقيق وتعليق الدكتور حمزة والدكتور عبد الحفيظ والدكتور عبد المجيد، أو الشيخ عبد الحفيظ والدكتور الأستاذ عبد الحميد، حفظهم الله جميعا. طبعا كما ترون أنا لي تعليقات على الكتاب، وهذا كله إن شاء الله سنتكلم عنه. وهم يعني كتبوا مقدمة جيدة، ونقلوا مقدمة شيخ الأزهر حسن مأمون رحمة الله تعالى عليه، ووعدوا بشيء، لكن مع الأسف ما وضعوه، وهو قولهم هنا: قال: وتعريف الدكتور عوني عبد الرؤوف الذي يعرف فيه بقيمة الكتاب وأهميته وجهود المستشرقين فيه وجهوده هو فيه. هذه الكتابة للدكتور عوني ما نقلوها، إنما بعد نقل مقدمة الشيخ حسن مأمون كما هي هنا، وهي مقدمة جيدة على فكرة، ولي عليها بعض التعليقات. على أي حال، بدأوا مباشرة بكلام ابن سعد رحمة الله عليه. قالوا: أخبرنا الشيخ الإمام العالم الحافظ العلامة النساب شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف، ثم ساق إسناده إلى أن وصل هنا عن أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع رحمه الله قال: ذكر من تم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو الإمام ابن سعد رحمة الله تعالى عليه. على أي حال، هذا ما أحببت أن أبشركم به، وهو أننا سنأتي على هذا الكتاب، وهو 8 مجلدات كما ترون هنا، 8 مجلدات ضخام ليسوا بالصغار. وطبعا لابد أن أشكر أخي طه حلمي حفظه الله، وأخونا الشيخ أنس صلاح، فإن الكتب الحمراء، هذه الطبعة الحمراء، أخذتها من عند أخينا طه، والكتب الخضراء من أخينا أنس حفظهما الله. والكتاب حصلت عليه النسخ الحمراء هذه ب130، والنسخ الخضراء ب100، يعني الكتاب كلفني 230 جنيها. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.